القضية اللي شغلة العالم العربي كله بقالها عدة أسابيع، قضية تجارة الأعضاء اللي متورط فيها عدد من مشاهير التيك توك، بالإضافة لفنانة مصرية شهيرة وهي الفنانة وفاء عامر. زي ما قلنا القضية شغالة بقالها عدة أسابيع، ولكن ما حبيتش أتكلم فيها إلا لما تبان ملامح انتهاء الموضوع، علشان أحكي لحضراتكم القصة الكاملة وتكون دي هي نواة وبداية قناتنا. فطبعا مش محتاج أقول لكم تشتركوا في القناة وتدعمونا علشان تكون بداية خير بإذن الله. مش هطول عليكم ولنبدأ الحكاية على بركة الله. الحكاية بتبدأ من عند لاعب كرة مصري اسمه إبراهيم شيكا، لاعب ناشئ أو مبتدئ بنادي الزمالك المصري، وزي ما قيل أصيب بمرض السرطان في المستقيم، ربنا يشفي كل مريض. إصابة إبراهيم شيكا بدأ تداولها في الإعلام المصري على إنها حالة إنسانية الكل بدأ يتعاطف معاها، خاصة أصحاب المروءة من المشاهير والفنانين ورجال الأعمال. زوجة إبراهيم شيكا طلعت في لايفات كتيرة ومتوالية على التيك توك علشان تطلب المساعدة والدعم لزوجها المريض. حالة إبراهيم كانت بتسوء يوم عن يوم، وده كان واضح من وزنه اللي بينقص وصوته اللي بيضعف وقدرته على الحركة اللي بتقل، وده طبعا مع ازدياد تأثير المرض عليه. وكانت هبة زوجته مستمرة في طلب المساعدة والدعم لزوجها على بثات التيك توك. البثات دي بالفعل كانت بتحقق بعض المساعدة، ولكن المساعدات دي ما كانتش كافية من وجهة نظر القائم على هذه المساعدات، وهي زوجة إبراهيم شيكا هبة الترك. وفضل الحال على كده لحد ما فوجئت هبة في يوم بإحدى الشخصيات المشهورة بتطلب منها الخروج معاها على البث، وده علشان تساعد في زيادة الريتش أو وصول البثات دي للجمهور، خاصة أصحاب المروءة والكرم اللي مستعدين يساعدوا إبراهيم. الشخصية المشهورة دي كانت هي الفنانة وفاء عامر، وبالفعل ساهم ظهور الفنانة وفاء عامر مع هبة في البثات دي في انهيال مساعدات كبيرة وكتيرة جدا على إبراهيم، وبدأ للجميع إن الفلوس اللي محتاجها علاج إبراهيم أصبحت موجودة ومتوفرة، وبناء عليها يستمر إبراهيم في علاجه بشكل مستقر. ولكن بمرور الوقت فوجئ الجميع بأن حالة إبراهيم بتتدهور، ويوم عن يوم صحته في النازل بشكل غير مفهوم، لحد ما أعلنت هبة التركي وفاة إبراهيم شيكا بتاريخ 4 إبريل 2025. ومن وقت وفاة إبراهيم والمشاكل ما بين هبة زوجته وأسرة إبراهيم شيكا المتمثلة في والدته وفي إخواته أصبحت كبيرة جدا. أم إبراهيم طلعت اتهمت هبة بأنها سرقة فلوس إبراهيم وإنها كانت متطلقة منه، ولكنها اتحايلت عليه علشان يرجعها تاني لغرض ما في دماغها. وكتير من الناس استغلوا التصريح ده للإيحاء بأن هبة رجعت لإبراهيم علشان تقنعه بأنه يبيع أعضاءه، ولكن على كل حال ده لم يثبت صحته. الفنانة وفاء عامر عملت اللي عليها وساعدت إبراهيم في علاجه بما يكفي، ووقفت مع زوجته حتى بعد وفاته، وعملت معاهم أكتر من اللي ممكن يعمله الأهل، لدرجة إن كتير من الناس بدأت تتساءل عن السبب اللي مخلي وفاء عامر تتعامل مع الحالة دي وكأنها حد تعرفه من زمان، وكأنهم أهل وعشرة عمر، مش مجرد فنانة كبيرة بتتعامل مع حالة إنسانية. المهم ان الحكاية خلصت على كده والموضوع انتهى بموت إبراهيم شيكا، علشان نفاجأ بعد كده بواحدة اسمها مروة يسري بتدعي انها بنت الرئيس الأسبق حسني مبارك من زواجه بالفنانة إيمان الطوخي، واللي قيل انه تزوجها في السر لفترة من الفترات. مروة قالت ان أسرة الرئيس مبارك مرضوش يعترفوا بيها لأسباب خاصة بالحكم والسياسة ووضع الأسرة الاجتماعي، ولكن وعلى كل حال مش هنتطرق للموضوع ده دلوقتي، ممكن نتكلم عن مروة في حلقة خاصة لأن مروة دي حكايتها حكاية. المهم إن مروة طلعت في أحد لايفات التيك توك وقالت إن حكاية مرض إبراهيم شيكا بالسرطان دي حكاية مش حقيقية، وإن الحكاية الحقيقية بتقول إن إبراهيم شيكا باع كليته وفص من الكبد بمبلغ 2 مليون جنيه، وده طبعا حسب ادعاء مروة. وكملت كلامها وقالت إن السمسار اللي اتفق مع إبراهيم شيكا على بيع كليته كان هو الفنانة وفاء عامر، واتهمتها بأن دي مش حالة عابرة وإنها وسيطة وسمسارة لتجارة الأعضاء من زمان.
وإنها عضوة في شبكة بتتاجر في الأعضاء وغسيل الأموال. الشبكة دي بتستغل شهرة بعض الفنانين اللي بيشغلوهم معاهم كواجهة يقدروا يقنعوا من خلالهم بعض الناس الغلابة أو الفقراء إنهم يبيعوا أعضائهم بمقابل مادي. مروة اتهمت كمان زوجة إبراهيم شيكا بإنها هي اللي أقنعته بعمل حاجة زي كده بناء على اتفاق ما بينها وبين وفاء عامر. وبحسب كلام مروة، إبراهيم شيكا اقتنع بكلام زوجته علشان يحسن وضعه المالي. إبراهيم شيكا كان لاعب في نادي الزمالك، ولكنه كان لاعب صاعد، كان في بداياته مع الفريق الكبير وكان متصعد من الناشئين. فوضع إبراهيم شيكا المالي في الفترة دي ما كانش أحسن ما يكون، خاصة بعد ما اكتشف المرض اللي عنده. مروة اللي بتدعي إنها بنت الرئيس مبارك قالت إن وقت ما طلعت وفاء عامر مع هبة في البث علشان تقدم ليها ولزوجها الدعم، ما كانش ده وليد اللحظة أو نتاج التعاطف الإنساني. مروة ادعت إن وفاء عامر اتفقت مع هبة وأقنعتها علشان تقنع إبراهيم شيكا بإنه يبيع أعضائه، وده بعد إصابته بالسرطان. وإن وفاء عامر قالت لهبة إن طالما حالة إبراهيم بتتدهور وما بتتحسنش، فإيه رأيك إنك تقنعيه بإنه يبيع أعضائه علشان يقدر يوفر مبلغ مالي محترم تقدري تعيشي بيه انتي والأولاد. وبناء عليه وطبقا لكلام مروة، وفاء عامر قالت لهبة إنها هي واللي معاها هيستمروا في تغطية نفقات إبراهيم الخاصة بعلاجه من السرطان، وإنهم مش هيكلفوها أي شيء في علاجه في مقابل إنها تقنعه بإنه يبيع أعضائه مقابل مبلغ 2 مليون جنيه. والأعضاء دي كانت بتتمثل في الكلية وفص من الكبد. وطبعا غير النفقات والدعم اللي بيجي من التيك توك ومن الفنانين والمشاهير ورجال الأعمال، فمبلغ ال 2 مليون جنيه هتاخديهم كاملين، مش هينقصوا ولا مليم. وطبعا الكلام ده كله كان في إطار إنساني، وهو إننا نوفر ليكي وللأولاد حياة كريمة. وده كان هو ادعاء مروة المدعوة بمروة بنت الرئيس مبارك، واللي بحسب كلامها هبة زوجة إبراهيم قدرت تأثر عليه وتقنعه بالقيام بسلسلة من العمليات يبيع من خلالها كليته وفص من الكبد. وقالت إن كل ده كان تحت إشراف وفاء عامر وبمتابعتها كمندوب عن عصابة كبيرة بتتاجر في الأعضاء. ومش بس تجارة الأعضاء، الموضوع كان بيشمل غسيل الأموال وتجارة الآثار والمخدرات عبر الدارك ويب. وقالت إن أدوات العصابة دي هي مجموعة من الفنانين ومشاهير التيك توك زي أم سجدة وأم مكة، واللي علاقتهم جيدة جدا بالفنانة وفاء عامر. والغريب إن الثابت بالفعل إن وفاء عامر كانت صديقة لأم سجدة وأم مكة بشكل يدعو للتساؤل. والتساؤل ده كان نتاج اختلاف الوسط الثقافي والوسط الاجتماعي اللي بيفترض ان وفاء عامر ما تكونش بهذا الانسجام والصداقة والمحبة اللي الناس شايفينها ما بين وفاء عامر وأم سجدة وأم مكة، واللي هم مع كامل احترامنا يفترض انهم ناس بسيطة وناس شعبية، ولكنهم في النهاية ما بيشبهوش وفاء عامر وما بينتموش لنفس الوسط الاجتماعي. وهو ده الشيء اللي كان بيدعو للتساؤل عن طبيعة العلاقة. مروة قالت إنها طلعت اتحدت وفاء عامر إنها تنكر الكلام اللي هي بتقوله أو تتقدم ببلاغ للنائب العام تتهم مروة فيه إنها كذابة وإن الكلام ده كله ما حصلش. وبالفعل الفنانة وفاء عامر فضلت فترة ساكتة وما بتردش ولا تتكلم في الموضوع. بعد كده خرجت وفاء عامر على السوشيال ميديا وبعض برامج التلفزيون علشان تفند وترد على ادعاءات مروة، ولكن مروة فضلت مصرة على تحدي وفاء عامر واتهمها بإنها خايفة تصعد الموضوع علشان ما تنكشفش الحقيقة. وهنا ردت عليها وفاء عامر وأكدت إنها بالفعل هتتقدم ببلاغ للنائب العام. مش بس كده، ده كمان هتطالب باستخراج جثة إبراهيم شيكا علشان يتم تشريحها والكشف عن وجود أعضائه كاملة. كمان هبة زوجة إبراهيم شيكا الله يرحمه طلعت في لايفات هي كمان وهي بتبكي ومنهارة وبتطالب الرئيس السيسي بأنه يجيب لها حقها من اللي ظلموها وطلعوا عليها إشاعات بالكذب. ومن هنا طلعت حملة دعم كبيرة للفنانة وفاء عامر على رأسها نقابة المهن التمثيلية اللي أصدرت بيان بيدين الحملة الإلكترونية على وفاء عامر وبتوصفها بأنها حملة مغرضة.
النقابة كمان شكلت لجنة من كبار المحامين علشان يتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة لحماية وفاء عامر ومحاسبة مروجي الإشاعات. كذلك فنانين كتير وقفوا جنب وفاء عامر، منهم الفنانة منة فضالي والأستاذ هاني رمزي والفنانة بدرية طلبة، وغيرهم كتير من الفنانين، مع صمت تام للفنانة أيتن عامر أخت الفنانة وفاء عامر، واللي لم تدلي بأي بيان ولا تصريح حتى وقت تصوير الحلقة. وده طبعا قد يكون لأن شهادتها في حق أختها قد تكون شهادة مجروحة، أو إن كلامها في الوقت ده ممكن يعرضها للقيل والقال. وممكن جدا في وسط اللي بيحصل ده إن الاتهامات والإشاعات تطولها هي كمان. مروة قالت كمان إن كل معلوماتها دي من جهات عليا، ولكنها رفضت التصريح بطبيعة الجهة اللي بتنقل لها المعلومات. وفاء عامر وبعد ما تقدمت ببلاغ ضد مروة بالفعل تم القبض على مروة، وتم التحقيق معاها وتوجيه تهم ليها بإنها بتنشر إشاعات كاذبة وبتقوم بعملية تشهير إلكتروني للفنانة وفاء عامر وغيرها من الشخصيات. وحتى الآن كل المعلومات المتداولة عن القبض على الفنانة وفاء عامر أو حكاية هروبها من مصر كلها معلومات غير صحيحة. وفاء عامر لم يتم القبض عليها ولم تستدعى إلى التحقيق بشكل رسمي بشأن الاتهامات الموجهة إليها. الصور أو الفيديوهات المتداولة لوفاء عامر وهي في صالة المطار دي صور قديمة بيعود تاريخها لسنة 2016. قضية تجارة الأعضاء حاليا قيد التحقيق لدى النيابة. مروة قالت في اعترافاتها بعد القبض عليها وطبقا لبيان أخرجته وزارة الداخلية، البيان ده تم نشره على موقع 24 الإخباري. البيان ده قال إن مروة اعترفت بأنها اختلقت كل هذه الإشاعات وكل هذه الادعاءات ونشرتها على حسابها على التيك توك بغرض رفع نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية. وقالت إن ما عندهاش أي حقائق ولا بتمتلك أي وثائق على الكلام اللي قالته ده. وده نفس الكلام اللي قاله الدكتور أحمد مهران المحامي اللي حضر مع مروة التحقيق، وقال إنهم قدموا بلاغ في نيابة شرق اسكندرية بيخص أحد وقائع الخطف وبيع الأعضاء لطفل صغير يدعى محمد خالد. مروة قالت إنها على علم بمين اللي خطفه علشان يقطعه ويبيع أعضاءه، ومروة كانت اتكلمت عن الموضوع ده أكتر من مرة على اللايفات بتاعتها. وبالفعل والد ووالدة الطفل جم وأدلوا بشهادتهم واتخذت أقوالهم. ولما جه الدور على مروة علشان تتكلم وعلى حد قول الدكتور أحمد مهران إن كل الكلام اللي قالته مروة كان كلام ستات، بمعنى إن ما كانش فيه دليل واحد على أي ادعاء أو اتهام وجهته مروة لأي حد. كلامها كله كان بناء على إن فلانة قالت لفلانة وفلانة وجهت رسالة لفلانة وفلانة كانت متخانقة مع فلانة فعلشان كده قالت عليها كذا. كلام مرسل بدون أي دليل أو مستند أو وثيقة. وبرغم إن الدكتور أحمد مهران قال إنه مصدق كل كلمة قالتها مروة وده تصريح خطير جدا، إلا إنها لا تملك دليل واحد على الكلام اللي قالته ده. بالإضافة لأن الدكتور أحمد مهران فجر مفاجأة بخصوص مروة الشهيرة ببنت الرئيس مبارك، وقال إن برغم الشبه الكبير جدا ما بين مروة وبين الرئيس حسني مبارك وبعض الملامح اللي بتربطها بالفعل بالفنانة إيمان الطوخي، إلا إنه فوجئ وقت التحقيق وقت ما شاف بطاقة مروة إن مروة عندها أكتر من 40 سنة، وإنه لما ربط الكلام ده بالإشاعة اللي طلعت في التسعينات إن الرئيس مبارك تزوج من الفنانة إيمان الطوخي، وبصرف النظر عن حقيقة الإشاعة من عدمها، فلو افترضنا إن الإشاعة دي حقيقية فتوقيت الإشاعة دي كان في فترة ما بين سنة 92 لسنة 94. فلو افترضنا إن علاقة الزواج السري ما بين الرئيس مبارك والفنانة إيمان الطوخي نتج عنها مولود، فالمولود ده هيكون عمره حاليا مش أكتر من 35 سنة، ولكن مروة تخطت سن 40. الكلام ده يؤخذ بيه ولا موضوع مروة ده فيه كلام تاني الله أعلم. والحد هنا خلص الكلام. التحقيقات الخاصة بعصابة تجارة الأعضاء موجودة حاليا لدى مكتب النائب العام. هل هنتفاجئ بقضية كبيرة بتنكشف قدامنا في المستقبل القريب، ولا الموضوع هيكون زوبعة في فنجان وفرقعة إعلامية من واحدة حبت إنها تحقق أرباح ومشاهدات؟ هذا ما ستسفر عنه الأيام. سلام عليكم.